السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه يا روح قلبي؟ دي يا حبايب حماده، دي مكرونه. هنعمل طواجن مكرونه زي بتتباع في المحلات، ويبقى ماشي كده نفسنا فيها. بعدين لما نجيبها نلاقيها في البيت ولا في لحمه مفرومه ولا في حاجه، مش عارفه بيحطوا لنا ايه في على الوش، مش عارفه. فقلت اعملها عشان ايه؟ نفسنا فيها ونفسنا ناكل حاجه كده خفيفه اقتصاديه كده اخر الشهر، حاجه خفيفه يعني. كان عندي ربع كيلو لحمه عملته، كان متعصب ايه، جايباها من يوم السبت ربع كيلو عشان اعمل مكرونه، فعملنا سمك مشوي فسيبتها. فقلت هطلعها النهارده. كان في عندي كده ورك مقسوم اتنين، فاخدته الاخر قطعت اللحم اللي فيه وعملته. قلت عشان لو الربع كيلو مش كافيه نعمل طاجن تاني بالتبلها من يوم السبت والله عينيها. طلعت النهارده يا دوب كده ايه، دفيتها بس كده اها. ديت يا حبايبي بصلايه ماشي، شوحت وتحط عليها اللحمه. دي عاملاها من يوم السبت، انا لسه مطلعاها من الفريزر. عصجناها زي ما انتم عارفين، بس انا ضفت عليها ايه، الفلفل الالوان دول عشان تبقى المنظر حلو. وادي حته الفرخه اهي يا حبايبي، قلت عشان تكمل ايه طبق تاني يعني. الحمد لله يعني الحكايه مشت الحمد لله. انا بحب اعمل الصلصه مش عايزه توم، يعني مش عايزه احط فيها توم. في العصاج يوم السبت وانا بعملها توم والبصل وفلفل الوان. طبعا انتوا عارفين اللحمه بتتعصج ازاي. دي يا حبيبتي حطيت بصلايه هي ماشي، بصلايه صغيره، ورحت حاطه عليها حته التومه هي. وديت بقى ايه، انا كده ايه خلاص، هي كده خلاص نص سلقه بس، يا دوبك غلوت 3 غلوات بس خلاص. مش عايزه احطها نيه بصراحه كده خلاص. كده يا حبايب قلبي انا حطيت الطماطم، لسه هحط الصلصه والباقي. هات السكر من بره كده، حبه ملح اهو ماشي. هات بصوا عشان الطماطم شويه حطيت معاها الصلصه دي عشان تخليها حمرا وحلوه. فلفل اسمر يا حبايبي اهوت عليها اها، ريحه كمون كده يا حبايبي. يا حبايب ام حماده حبه كزبره اهي بعد ما اجي عشان تبقى حلوه كده. عدل بقى عشان الحموضه معلقه السكر بس خلاص كده. بصوا يا حبايبي الصلصه جميله اهي، خلصتها. لازم تبقى خفيفه شويه كده. انا هعمل طريقه الشيخ محمد. بصوا يا حبايبي بقص الطواجن كده زيت عشان تنزل معايا بسهوله يعني. خلاص بس انا عندي الثلاثه دول، مش عندي اللي هم. ودي بردك طاجن، الطاجن الابيض ده عندي من زمان، من ايام جوازة بنتي كنا جايبين طاجن وهي بالزقازيق، هي 2 وانا 2. احط صلصه عليها عشان احطها في الطواجن، وهجيب دول في الاخر نحط عليهم ريحه ميه كده واحطهم على معلقه وهنا معلقه بس، عشان ايه اقلبهم كده عشان يبقى كله ايه جميل كده مع بعض وكده طعمه جميل كده وحلو. والله الاكله دي نفسي فيها من زمان، من ساعه ما فتحت القناه نفسي اعملها. كده حطيت حبه صلصه هنا وحبه صلصه هنا ماشي يا حبايبي. ديت كده هقلبها نعرفها هي الصلصه بتاعتها جميله ازاي. اللهم صل على النبي، عسل والله. انا قلت ايه هي سلقه يعني. بصوا حبايبي بصوا تكه لسه فيها تكه يعني، لسه بتستوي الجو. يا دوب احطها في الفرن مش تقعد يعني ايه ربع ساعه مش هتكمل. يلا هاتي يا حبيبتي هي روح قلبي. بس اهي تبقى 100 100. دي كان لبيتها لحمه يعني. لا هنقص حته صغيره بس. بدي يا حبايبي فيهم. بصي يا حبايبي اهي المكرونه هنحطها يا دوبك تتبخر كده وخلاص كده 100 100. اهي يا حبايبي ماشي مش معايا. تصدقوا يا جماعه ربع كيلو كفه وفض. وهعمل بين عليها، هعمل كمان هشوف اي حاجه اعمل فيها تاني. انا ما عنديش طواجن كتير اصلا. احط حته لحمه كمان هنا
مية مية كده، عسل كده، ايه رأيكم؟ على فكرة خد مكرونة يعني حمرا هناكلها يعني، احنا مسلمين عادي. خسارة الطبق اللي زي دي انكسر. الحاجات دي حلوة القديمة دي بتنفع والله أيام زمان دي. بصوا يا حبايبي كده بقى حبة صلصة يا حبايبي اهو، حطيت عليهم ملحة مية عشان تبقى ايه صلصتها حلوة، عشان تكمل سواها يعني، عشان انا مستويتها جوه اللي بسلقها يعني. حاجة بسيطة كده اهيت على الوش. بصوا يا حبايبي عملت دول، بصوا يا حبايبي قلبي اهم دول كده، عشان مش في طواجن تانية اكتر من كده. لو عندي زي دي ولا دي كنت كملت، لكن كملت الحلة دي مش حلة، دي صينية صغيرة. انا بحبها جو الطاجن ديت، هخلي ان شاء الله الحاج يجيب لنا منها على الطريق عشان بنعمل فيها المكرونة كده. بحبها عشان ريحة عمتها الله يرحمها. انا احطهم في الفرن يستووا، مش هيكملوا حاجة يعني، وهرجع لكم تاني يا حبايب قلبي. طلعوا اهي يا حبايبي، ادوا معايا كده تطلع. بسم الله الرحمن الرحيم، اصل انا ايه يعني خايفه. بسم الله الرحمن الرحيم حبايبي، شفتوا العسل ده؟ اللهم صل على النبي، عسل يا ولاد، عسل يا ولاد. شوف بقى الطبق دوت نحطه مع القلب الصغير ده، الطاجن الصغير. انا باكله لحم وحته فرخه صغيره كده قطعت رفيع والله، ساخن سخن. اللهم صل على النبي، زي العسل اهو، زي العسل. حبايبي حبايبي حماده بصوا، شوف المكرونه روعه والله العظيم، جميله روعه، يعملوها بطريقتي مش هتشبعوا منها. سلام، مش تنسوا اللايك والاشتراك.